قانون الإيجار في مصر والمشاكل اللي حاصلة حواليه. تعال أقول لك لو هتأجر شقة لحد إزاي تحفظ شقتك وما تروحش منك، لأن أنت ممكن تبقى صاحب الشقة بس تلاقي الشقة طارت منك. أولا تكتب في العقد إن يتم سداد الأجرة الشهرية في الموطن بتاعك أنت. ثانيا تكتب في العقد إن الشقة لا تخضع لقرارات التمكين، ولو أنت فهمان شوية هتخلي الزوجة طرف معاكوا في العقد، يعني انت تأجرها للزوج والزوجة الاتنين طرفين في العقد. ثالثا بقى والاهم ان في حالة عدم دفع الأجرة لمدة شهر يكون العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دون اللجوء للمحكمة. ولو انت دماغك شغالة هتاخد العقد وتطلع على الشهر العقاري وتاخد لي عليه صيغة تنفيذية عشان لو حصل اي حاجة مخالفة للعقد تنفذ عليه على طول دون من غير ما تكون محتاج ان انت ترفع قضية في المحكمة. تمام يا ابطال؟ السلام عليكم.